عايز أحكي قصة، وهي قصة أبي قدامة الشامي مع الغلام الذي مات ميتة عجيبة. في يوم من الأيام لما دخل الروم بلاد الشام، قام هذا العالم الجليل أبو قدامة الشامي علشان يوقظ الناس أو يوقظ الناس همة الجهاد في سبيل الله والإنفاق على المجاهدين في سبيل الله جل وعلا. وهو خارج من المسجد فجأة نادت عليه امرأة، فنادت عليه قالت: السلام عليك يا أبا قدامة. فقال: وعليك السلام. فقالت: والله لقد سمعتك وأنت تنادي في الناس للإنفاق في سبيل الله وللجهاد في سبيل الله، فما وجدت أغلى عندي من ضفيرتي شعري فقصصتهما لتجعلهما لجاما لفرسك في سبيل الله جل وعلا. فلما أردنا أن ننصرف للجهاد في اليوم التالي اعترض طريقي صبي صغير، قال: يا أبا قدامة، سألتك بالله أن تجيزني في الجهاد في سبيل الله. فقال أبو قدامة: أنت صغير يطاق الخيل ولا تستطيع أن تحمل سلاحا. قال: سألتك بالله، فلقد احتسبتني أمي في سبيل الله وقدمتني هدية لله جل وعلا، فلا ترد الهدية. فقال: أجيزك في الجهاد ولكن بشرط واحد. قال: ما هو؟ قال: إن قدر الله لك الشهادة أن تشفع لي عند الله يوم القيامة. فقال الغلام: لك ذلك يا أبا قدامة، سأشفع لك إن قدر الله لي الشهادة، سأشفع لك عند الله عز وجل. يقول أبو قدامة: وانصرفنا ومعنا هذا الغلام، فكان يجهز لنا الطعام ويفرش لنا في كل مكان ويجهز لنا كل أدوات الجهاد، وكان يخدمنا طوال الطريق. وفي ليلة من الليالي ذهب هذا الغلام ليعد لنا طعاما. قال: فتأخر الغلام، فذهبت لأطمئن عليه، فوجدته قد أوقد النار ووضع القدر على النار ونام بجوار النار. فنظرت إليه فإذا بالغلام يبتسم ثم يبتسم ثم يضحك ثم استيقظ. فسألته قلت له: ما شأنك أيها الغلام؟ قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أبا قدامة، والله لقد احتسبتني أمي عند الله عز وجل، فلقد استشهد أبي في العام الماضي واستشهد عمي وأخي في العام الذي قبله، وقد احتسبتني في هذا العام هدية لله جل وعلا، وقالت: اذهب يا بني فإني أحتسبك عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال: فلما نمت يا أبا قدامة رأيت في المنام وكأن القيامة قد قامت وقد أمر الله عز وجل بي أن أدخل الجنة. قال: فلما دخلت الجنة رأيت باقة عطرة من الحور العين، والله لا أستطيع أن أصف جمال واحدة منهن أبدا يا أبا قدامة، فرأيت واحدة منهن تشير إلي وتقول: هذا زوج المرضية، هذا زوج المرضية. فقلت لها: وما المرضية؟ قالت: ألا تعرف المرضية؟ قلت: لا. قالت: إنها زوجتك في الجنة. قلت لها: وأين هي المرضية؟ قالت: في هذا القصر، فادخله لترى المرضية. قال: فطرقت على باب القصر ودخلت القصر فرأيت حوراء. والله يا أبا قدامة لولا أن الله لم يكتب علينا العمى في الجنة لعمي بصري من شدة نور وجهها، ولولا أن الله لم يكتب علينا الجنون لجن عقلي من شدة حسنها وجمالها. قال: فقلت لها: أنت المرضية؟ قالت: أجل يا حبيبي، أنا أربى لك في خضور الجنة منذ 500 عام. قال: فلما مددت يدي إليها قالت: لا، أبعد الله عنك الخنا والفجور، موعدي معك غدا بعد صلاة الظهر في جنة الرب الرحيم الغفور الودود. وفي نفس الموعد الذي حددته الحوراء قال: وإذا بالغلام يقول لي: يا أبا قدامة، سألتك بالله 3 أسهم، فقال: تضيعها يا غلام؟ قال: لن أضيعها إن شاء الله. قال: فأعطيته 3 أسهم، فأخذ سهما ووضعه في كبد القوس وقال: السلام عليك يا أبا قدامة، فضرب سهما فقتل روميا. السلام عليك يا أبا قدامة، ضرب سهما ثانيا فقتل روميا. في المرة الثالثة: السلام عليك يا أبا قدامة، سلام مودع، فضرب سهما ثالثا فقتل روميا. فانتبه الروم له وضربوه ضربة بسهم في لبته فوقع صريعا من على فرسه. فلما رآه أبو قدامة مضمخا بدماء الشهادة سقط من على فرسه خلف الغلام.
وقال يا غلام يا غلام سألتك بالله جل وعلا لا تنسى الوصية لا تنسى الوصية. فقال الغلام لن أنساها وسأشفع لك عند ربي جل وعلا. ثم قال له يا أبا قدامة سألتك بالله جل وعلا سألتك بالله أن تأخذ هذا القميص المضمخ بدم الشهادة وأن توصله إلى أمي. فقال له أبو قدامة ومن هي أمك يا غلام؟ قال أمي صاحبة الضفيرتين. أمي صاحبة الضفيرتين، أي نعم ذرية بعضها من بعض، ذرية بعضها من بعض، تربوا على طاعة الله وعلى العز وعلى نصرة دين الله جل وعلا وعلى اتباع حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو قدامة فلما انتهى الجهاد ذهبت إلى تلك القرية التي فيها أم هذا الفتى. قالت بشرني بكل خير. قال والله لقد مات مقبلا، لقد مات وهو يضرب 3 من الروم فقتلهم ثم قتلوه رحمه الله رحمة واسعة، وقد أرسل لك بهذا القميص المضمخ بدم الشهادة وقال لك أبشري يا أماه فلقد قبلت الهدية وزفت المرضية إلي في جنة رب البرية جل وعلا. فسقطت أخته ميتة فنظرت الأم إلى ابنتها وقالت الحمد لله الذي لم يخرج من نسلي نسلا إلى نار جهنم. ثم حمدت ربها جل وعلا واسترجعت. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.